جاهزين لوصفة بتحكي لحالها؟ قرمشة خرافية، حشوة كريمية ناعمة، وطعم بياخدكم لعالم تاني من أطيب وأسهل التحلايات يلي ممكن تحضروها. جاهزة معاكم ب10 دقايق، والأهم إنه مكوناتها كتير اقتصادية، ما رح تحتاجوا مكونات كتير. بوعدكم لو جربتوها مرة رح تعملوها دائما ورح تعتمدوها. جهزوا حالكم لتسمعوا هالقرشة. قبل ما نبلش وصفتنا لليوم بتمنى ما تنسوني من دعمكم. اللايك كتير مهم لدعم الصفحة واستمرارها، وأكيد المتابعة للصفحة ليوصلكم كل جديد أنا بقدمه. خلينا نصلي على النبي ونبدأ بوصفتنا. في البداية رح أحضر القطر لأنه رح أحتاجه بارد. رح أحتاج لكوبين من السكر مع كوب من المي. رح أشغل عليهم النار على درجة حرارة مرتفعة، ورح أحرك السكر بهاي الطريقة، أبدا ما بحركه بالمعلقة. يبدأ السكر عندي يدوب مباشرة بنزل معلقة كبيرة من عصير الليمون، بتركه حتى يغلي شي 5 دقايق. بحط القطر بصحن ليبرد، وهلأ رح أحضر الحشوة. رح أحتاج لكوبين من الحليب السائل، وهون رح أضيف كل المكونات على البارد. رح أضيف على الحليب 4 معالق من نشا الذرة مع معلقتين كبار من السميد الخشن. بحرك المكونات على البارد كتير منيح لحتى أتأكد إنها امتزجت سوا، وبس تمتزج عندي مباشرة رح أشغل النار على درجة حرارة مرتفعة، ورح أستمر بالتحريك. وهون كتير مهم ما أترك التحريك أبدا. بس يبلش عندي القوام يتقل بضيف علبة من القشطة. وزن العلبة 170 جرام. بنزلها وبحركها كتير منيح مع المكونات. وهلأ بس وصل عند الخليط لمرحلة الغليان، قبل ما أطفي على النار بضيف معلقة كبيرة من ماء الورد أو ماء الزهر. أنا بفضل ماء الزهر، فرح أضيف معلقة كبيرة من ماء الزهر. بحركهم مع بعض كتير منيح، وهيك الحشوة بتكون صارت جاهزة معاي. هلأ كتير مهم وضروري بس تجهز عندي الحشوة أنزلها على صحن وأتركها لحتى تبرد عندي تماما. لاحظوا معي كثافة الخليط لازم يكون عندي بهذا القوام. وطبعا لأعجل من عملية التبريد كل شوي رح أحرك الخلطة بالمعلقة بهذا الشكل. وهلأ حابة أذكركم وأقولكم لو ما عملتوا لايك للفيديو بتمنى ما تنسوني من دعمكم. اللايك كتير مهم لدعم الصفحة واستمرارها. هون رح أحتاج لعجينة البقلاوة. وزنها كان عندي 400 جرام. رح أقصها من النص ورح أخذ القطع بهذا الشكل قطعة قطعة، ورح أبدأ بإضافة القشطة بهذا الشكل. طبعا أنا هنا القشطة بردت عندي تماما، حطيتها بأقماع التزيين. لو مو متوفر عندكم أقماع التزيين ما في أي مشكلة، ممكن تحطوها بأكياس التفريز وتقصوا الكيس من الطرف وتنزلوا الحشوة بهذا الشكل. رح أبدأ بتسكير الحشوة بالطريقة يلي شفتوها. هون رح أحتاج لخليط لاصق لحتى تسكر عندي تمام. رح يكون عبارة عن معلقة من الطحين مع معلقة من المي. بحطهم على الطرف وبلزقها بهذا الشكل. وهلأ حابة أسألكم متابعين الحلوين، خبروني من أي بلد بتتابعوني. كثير بحب أتعرف عليكم وأكون على تواصل دائم معاكم. بزيت غزير وحامي، بس درجة حرارة النار رح تكون عندي متوسطة. رح أبدأ بقلي القطع بهذا الشكل لحتى تصير ذهبية. وأكيد لو مو حابين تقلوهم فيكم تحطوهم بصينية وتدهنوهم بدهنة منيحة من السمنة أو الزيت، وتدخلوا الصينية على الفرن من تحت ومن فوق لحتى تتشقر معاكم وتصير بهذا اللون الحلو. هنا أنا قليت القطع كاملة. لاحظوا ما شاء الله ما أحلى لونهم. مباشرة وهم سخنين رح أنزلهم بالقطر البارد. رح أقلبهم بالقطر وأتركهم شي 3 ل 4 دقايق، ورح أقدمهم. وآخر شي رح أضيف عليهم رشة من الفستق الحلبي. خبروني شو بتسموا هاي التحلاية ببلدكم. نحن بنحكي لها زنود الست، وهي تحلاية عراقية بتشهي القلب. تابعين العراقيين خبروني لو عملتها بطريقة صحيحة، إن شاء الله ما رح نختلف لأن الطعمة طلعت شي غرام. بتمنى وصفتي لليوم تكون عجبتكم. بتمنى ما تنسوني من دعمكم باللايك للفيديو، المتابعة للصفحة، وأكيد ما تنسوني من صالح دعائكم. وصحتين وعافية على قلبكم يا رب مقدما.